السلام عليكم، كيفكم أهلنا وحبايبنا في المغرب الحبيب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هلا فيكم في قناتنا، معكم حمزة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ورياكشن جديد، وإن شاء الله حنكون مع بعض برياكشن على فيديو رائع ومميز، وحنكون مع بعض برياكشن على شاطئ تارقة الساحر. نقاوة وصفاء المياه لا مثيل له. طبعا مبين من الفيديو إن المية نقية وصافية، ومبين كيف يعني الناس والشباب رايحين على هذا المكان للاستجمام والانبساط، وخصوصا انه اليوم وهذه الفترة يعني ارتفاع في الحرارة على مستوى العالم العربي، وخصوصا الدول المطلة على البحر المتوسط. فنسأل الله العفو والعافية، وربنا يرحمنا ويخفف عنا من هذا الحر. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه ليوصلكم كل إشعار فيديو جديد احنا بننزله. وطبعا رابط الفيديو الأصلي من قناة عبد الصمد المسافر، روحوا اشتركوا في القناة أكثر من رائعة. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا نبلش بالفيديو. ما شاء الله صفاء المية، ما شاء الله تتلألأ المية، ما شاء الله مياه صافية، ما شاء الله حلوة. يا سلام، الهواء مفترقة. حي الله عبد الصمد. ما كيتعاودش مع هاد الشباب هادو اللي كيقفزوا. يا سلام، لكن الصفاء المياه والروعة ما نعاود ليكمش، واللي بغا يتبرع. شايفين المية مروعها؟ اوبا، الله مع الشباب. برافو يا شباب، برافو. اوه حلو. صحاحة. ما شاء الله. الطريق للشاطئ، ما شاء الله مشهد جميل ورائع. السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في منطقة جديدة من مناطق مغربنا الحبيب. اليوم ان شاء الله غادي نعرفكم على تارغا وشواطئها الساحرة، واللي كتعتبر من اجمل وانقى شواطئ البحر الابيض المتوسط. وكتواجد تارغا على الساحل المتوسطي بين تطوان والجبهة، وكتبعد على مدينة تطوان ب 58 كيلومتر، وعلى وادلاو ب 25 كيلومتر، وكتنتمي للجماعة القرابية تيزكان، وهي تابعة لإقليم شفشاون. وفي الفيديو اللي قبل من هذا صورت لكم الطريق من وادلاو قاع السراس وصولا إلى تارغا. كتميز تارغا بشاطئها الواسع النظيف ومياهها الصافية والدافئة، إضافة إلى طيبوبة سكانها وبشاشتهم، وكذلك كتشتهر بمنتوجاتها الفلاحية لكونها كتواجد وسط سهل فيضي خصب، وكذلك كتميز بهوائها النقي، وهي فيها كل ما يحتاج الزائر من مقاهي ومطاعم وسوق، وهي من أجمل مصايف الشمال، والسياحة كتعتبر ملائمة لجميع الطبقات الاجتماعية. بالنسبة لأثمنة الكراء كتبدأ من 200 درهم فما فوق، واللي كيحدد الثمن البعد والقرب عن البحر، وكذلك تجهيزات الشقة. نتمنى يعجبكم الفيديو. اللي كيشوف فيديو اول مره يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربنا الحبيب. ويلا نستمتعوا جميع بتارغا. بارك الله فيك اخونا عبد الصمد على هذه المعلومات الرائعة. يا الله، ما اجمل ولا اصفى المية، حتى الصخور مبينة من كثر صفاء الماء.
حلوة، حلوة كتير، عاملة زي الجزيرة أو جزيرة تعتبر، صخرة كبيرة طالعين عليها بيقفزوا، حلوة كتير. يا سلام ما شاء الله، شوف الشاطئ ما أجمل والأروع، الجبال. والله مع الشباب. يا الله المية بتتلألأ تلألأ، حلوة كتير. ربنا يكرمنا نزور هاي الأماكن الجميلة والرائعة، ما شاء الله. طلع نجمة البحر، استراحة. ترغى مع الأخ عبد الله سي عبد الله شوية ديال السردين. أوه. شحال دابا شوية السردين هنا سي عبد الله؟ 20 درهم. 20 درهم. هنايا ها انت مع الشاطئ ترغى، هو راه جا هو قريب للحجر هنايا. وكلشي متوفر. الله يفتح جميع نفسك. انواع الماكلات اللي بغا شي حاجة. ها الريستو هنايا الناس كيتغداو. خليتي بها هاديك. الصخرة هذيك تصلفوها الناس، هي كتقارب معاها في هذا المنظر العام على ترغى. يا سلام ما شاء الله. هابط منها في نفس الوقت تمتع بالمنظر ديال الصخرة ديال ترغى. زوايا تصوير رائعة جدا، ربنا يفتح عليك. الزاوية هذه جميلة جدا، هذا الجبل جايبه الشاطئ كله، حلو كتير، ربنا يفتح عليك، جهد مبارك.
جديد، والأمواج تاعته مش مرتفعة، يعني حلو للاستجمام، حلو جدا، فيش فيه مد. الله مع الشباب، الله مع الشباب. برافو برافو الشباب. الله مع الشباب، ما شاء الله عليكم، حلو. برافو.